لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1332 لواني كان تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان وما بس رزامن دي رب العالمين وهي دار مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بله خوش ويسنا رب العالمين دفرمي ولله هلبوا الله تعالى يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، أويل آسمان كان وأويل زبية سزدو كرنوش لبو الله تعالى دبن طائعين ومكرهين إتر إيوان تدا هر بطوعة بخوشي خويوة بقناعة خويوة إيواشي بمكرهي إجبار ذكرك وسزدب سجود ذل وقهر وخضوع سزد بردنك بو بري زليلي لبو الله تعالى بو بري ملكتي وبو بري قهر وللان الله تعالى ولبو بندكاني. فكل أحد خاضع لقدر الله إتر بمسلمان وكافر وهر هموي ملكة لبو قدرة الله تعالى، هر هموي لجير سلطان ود صلاة الله تعالى لا يقدر أن يمتنع عليه، ناتوان امتناع بكن ويسوز لبو الله تعالى نبن. ابن القيم لإعلام الواقع عند الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها يدخل فيه سجود المصلين قطعا. إتر أويل أسمان كان من زويدان سجد لبو الله تعالى دبن دفن من ضمن أوانت شيء أواني كان نويج ده كان لبو الله تعالى سجد بردني أوانيش طبعا دسيتنا أو تبيروزا وكيف لا وهو أجل السجود وأفرضه بالله دلائل سجد بردني كسان شنويش خين لنا أو آتي عين زيد بيتو لبر أوي جورترين وعبرين بنرخترين سوزد أو سوزد كوكسك بطوعي خوي باختياري خوي أو نيوت سواني لسر زويدا دني طاعة لله سبحانه وتعالى. وممن اختار هذا القول في معنى السجود أواني كوا اختياري أو قولان كرد لمعنى سوزد بردن ابن القيم قاسمي ابن عثيمين. ابن عثيمين لشرح رياض الصالحين دليل. والسجود هنا السجود القدري دليل أوسوس دبرنا ولله يسجد من في السماوات طوعا وكرها دليل أوسوس دبرنا أوسوس دبردني قدري خوايا. فكل أحد بون ما نايد يسوس دبرنك فكل أحد خاضع لقدر الله. همو كسك بمسلمان وكافر ملكسل بقدر إخوائي يقول ما أحد يستطيع أن يغالب الله عز وجل. أين المفر؟ هيج كسيق ناتواني مغالبة بكاواتا بيوي لجير فرماني وقدر إخوائي يقول دربسي چه بسي أقر بيو دربسي. فالسجود الشرعي كثير من الناس فالسجود الشرعي كثير من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدوا. دربال سجد بدني الشرعي كلنويجو إنسان باختيار خوي سجد لبخوا يقول أو سجد بدني الشرعية زورق لخلق كي كسجد لبخوا نابا حق عليهم العذاب أنا مستحق من عذاب خوا يقول على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها يسجد لله عز وجل. تمشادك روجو مانجو استيركانو تياو دارو برد همو جان لبران سجد لبو الله تعالى دبر
لكن الكفر من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى. بلام كافركاني إنسان وجن سجد لبو الله تعالى نابا بسجد الشرعية كي بلام إلا السجود الكوني القدري. بلام أوانيش كافركاني إنس وجنيش بقدر عيني سجد لبو خواهي قردم لأولا جير صلاة خواهي قردم كواتت أو بمعنى سجود قدري فعلا وإلى أسمان كان ولا زاوية بمسلمان وكافر أو مسلمان كهي سجد الشرعية كجدبا برام كسا كافرك سجدي قدري دبا أويش أوي كمل كسا لشير صلاة الله تعالى. لو روجي دبي كالله تعالى برياده، لو روجي دمري كالله تعالى برياده، أو كاتسحت خوشك كالله برياده، أو كاتنخوش دبي كالله برياده، أو هند نفعو قازانزو زرري بسرداد كالله برياري لسردا كوات قدرا بقدري خواهي قورا لجير قدري خواهي قورا سوزدشي قدري لبو خواهي قورا دبا أو بري ملكة زليليشا. بلام هرسي مسلمانا بيزقل أو كوالا بو قدري خواهي قورا سوزدا دبا ملكة بابند للرو الشرعية كشوا بهمان شوا باختياري خوي بو بري خوشويستيوا سوزدا لبو خواهي قورا دبا سبحانه وتعالى. ابن تيمية لمجموع فتاوى دليه طوعا وكرها تفسير أو كرهي دليه والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدر بغير اختيارهم كواتا كسي مسلمان وهروها مخلوقات كان غيري كافري إنس وجن بو بري ملكاتيوا لروي الشرع وج باختيار خوان سجدلو دبان بلام كرهن أو كوا كافرة بابرين كسا كافر كان إنس وجن سجدي قدري لبو خواهي قردما باختيار خوان كاستسلامهم عند المصائب وكويك ومصيبتهم بسالة ناتسار تسليم بن وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية وهروها أوانيك واللجير ساي حكمة إسلامي جدجيان أقر تكافري شده بالكذب لبو أود صلاة الشرعية وبسالة أندس بيندري فكل أحد لا بد له من انقياده لحكمه القدري والشرعي يترهم كسك لا بد منه من الكذب لبو حكم قدري لبو حكم الشرعي أجر باختياري خوشي لبو حكم الشرعي كيو ده صلاتي شرعي نبيك وملكتبك لبو قدري خواهي جور هر ملكته هر زليلة حجتش بيناكر برامبر بدا صلاة خواهي جور نحاز دليل إعراب القرآن ومن أحسن ما قيل تاكترين شدكوا قلت لو آتا لا تفسير آتا أن سجودها هنا الخضوع لتدبير الله عز وجل كواتا لبروي باز لا طوع كره ذاك طالع كواتا باشترين تفسير لبو آتا ويكوا سجود برنكان بريتال ملكة بونيان لبو تدبيرات الله تعالى لو تصريف الله تعالى لو كون بونا ولا بويكوا من صحة وسقم وغيرهما لويكوا لخوشي ولا ناخوشي لنخوشي ولا صحة خوشي ملكسن لبو خواهي قورا بويكوا لدى صلاتي أني لقدر خواهي قورا دربسن طوعا وكرها أي ينقادون على ما أحبوا أو كرهوا لا حيلة لهم في ذلك كواتا ملكسن لوي بيان خوشا أم بيان ناخوشا هيز دا صلاتي أني سعدي دلي جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لربها همو أويل أسمان كانوا زويدا هر همو ملكسن لبو پروردگاريان تسجد له طوعا وكرها سجد لبو الله تعالى لمن بخوشيو بإكراه إجباره فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين طوعيك وكو إيمان داران كباختيار خويان بو باري قناعته وسجد لبو الله تعالى لمن والكره أويك مكره إجباري شيء لمن يستكبر عن عبادة ربه أويك تكبر لدا خوي بيجورت لوكوا عبادة پروردگارك وحاله وفطرته تكذبه في ذلك بلام حالي أو حالي كتيدجي واقع كتيدجي وفطرتك شي بدروي دخنوا لو اشتكوا آمادني لروي الشرع وبابن بي بلام قدر هل لسري مسلطة وزمان حالي شي لسري مسلطة وفطرتكش لداخل خوي أو استكباري بدرو دخاتوا وقيل سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص أو هاش قلت لها سجد بردني أو إلى أسمان كانوا الزاوية
بەڵێ لەفظەکە عامە بەڵام خصوص لێرە مەقصودن. فالمؤمنون والملائكة يسجدون له يسجدون لله سجدا حقيقيا. إيمان داران لسروي زوي ملائكة كان لآسمان سجدش حقيقي لبو الله تعالى دبن بويكوان نيوتوان يا لسر زوي دادنين يفعلون ذلك طوعا بو فريق اختيار اخوان انزامدان. والكفار يسجدون كرها بلام كافر كان بنات ساري سجد لبو اخوان دبن. ومنهم المنافقون منافق كانش فعلا بدرو سجد لبو اخوان يقول دبن يتر وكو أو لقدانوش ابن جرير واحدي كدشلي زور بمفسرين وادرين. وقيل المراد بسجود الكفار كرها عند الشيدالين سجد بردني كافر كان ليركا سجد بخواي قرد بنات ساري سجود ظلالهم كرها وكا اجا بخوشا سجد نبن او سيبركان يا سجد بخواي قرد وكو مقاتل دلي. وقيل الآت في المؤمنين عند يجدلن آت كتابته بإيمان داران فبعضهم يسجد طوعا هنديك لوان واتا إيمان داران سجد بن بو بار طوع اختيار خوان لخفة امتثال أوامر الشرع عليه لبروي لا يسوك هنديك لإيمان داران فرمان كان الله تعالى زور لسر دروني سوك وخوشة بأساني سجد بخواي قردبا. وبعضهم يسجد كرها لثقل مشقة التكاليف عليه هندش لإيمان داران زور بتكليفه سوزل بخوا زوري لخوي دكا كاتك لسوزل بخواي يقول دبل بروي تكاليف كان خال سد دولاروني قرصة كسجاجيش لمعاني القرآن دله أو هالك دلته ابن عطيش دله نحاز وقتها بلام ابن عطية دله. وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو قلق من جهة المعنى المقصود بلا دل أجر سيئاتك وجل خود قريب بلام لأني ما بستكل آتك دله أو معناه يعني زور زي ناقري وقلقة. ابن جزي دله ولله يسجد من دير من لا تقع إلا على من يعقل من لزمان عربي لبو كساني عاقل بكار دهندري فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن كواتلرة ولله يسجد من في السماوات والأرض ما بستكا لبو ملائكة إنس جن دقرته. فإذا جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه طالما أجر سجد بدنا كليرة بمعنى أو بهم الكذبون لبو قضاء قدر إخوائي جورا فهو عام في الجميع من شاء منه ومن أبى. لو حالتي أجر بلين همود أجريتوا بمعنى سجد بردني من الكذبون لبو قدر إخوائي جورا أو دليل هموان دقريتوا أو كوا بي خوشة أو بيشينا خوشة ويكون طوعا لمن أسلم وكرها لمن كره وسخط. لو حالتي أو كمسلمانة بخوشي خوش سوزة دبا بلام أو كوا بعورين مسلمانية بملكتي ملكته يعني بناساري ملكته لبو قدر خواي جورا. وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد أجر ما بستكرج لو سوزة بردنا أو كوا بجسته بوشي ونيو تسوان لسر زي دابني فيكون لسجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعا كاتليردا أجر بلين سوزدا برنكا بريتلو سوزداي كوا بلا شدي بين نيوتسوان سر زوي دادن أو تنها ملائكة إيمان داران لإن سوزن بخوش خوان أو سوزداي دبن. وأما الكره هذه شيء سوزدا بنات ساري دبل بخاي جور بوشيوه فهو سجود المنافق سوزدا بردني كسيش منافقة وهروا سوزدا بردني سيبري كسيش كافرة. بله فاشان دفن وظلالهم بالغدو والآصال يعني ولله تسجد ظلال المخلوقات في أول النهار وفي آخره. وهروها لبو الله تعالى سجد دبا سيبري هم مخلوقات كان لسرتاي روجو وهروها لكوتاي روجدا سيبري هم مخلوق كان سجد لبو الله تعالى دبا بالغدو غدو جمع غداته كبريتلا أول النهار سرتاي الروش آصال جمعي أصل والأصل جمعي أصل والأصل جمع أصيل جمعي أصيل كواتا آصال جمعي جمعة كواتا آصال جمعي أصول جمعي أصيلة أصيل تيا آخر النهار شنقيتي ضله. قيل سجودها حقيقي كواتا السيبري هم مخلوقات كان
لبيانيان أنا سوزدة لبو الله تعالى دبا شنقيتي ضلي سوزدة بردني سيبركان سوزدة بردنيش حقيقية. والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. الله تعالى أود صلاته هي كوا أو سيبراني إيما سيبري مخلوقات إدراكيان بيدا بخشي إدراكك كبهوي والسجديش حقيقي لبو الله تعالى دبن. وقيل سجودها ميلها بقدرة لأول النهر إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. هندش أو هالك دنوا سجدة بردني سيبركان أو كوا دا صلاتي الله تعالى سيبري هم مشتكان لسرتاي روجدا كاتكوا ميل دكا برو مغرب لكوتاي روجدا كاتكوا ميل دكا برو مشرق. وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال. يتلواني وهالك دون دل برو ظل سيبر حقتين بلكو خيالك فلا يمكن منه الإدراك يتركود بإدراكه بسيبر. ونحن نقول شنقيتي ضليه إيما ضلين إن الله عز وجل قادر على كل شيء. الله تعالى بتوانا لسلها مشتك فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد به الله تعالى سجود حقيقية. الله تعالى بتوانا لسلها مشتك بتوانا كوا إدراك ببخشي بسيبر يترسوز دبا لبو الله تعالى بسوز دبر دنيشي حقيقي. وكل مزموع فتاوى شاتية ضلي هروك آتيك على سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرهوا إليه يرجعون كسان شبه باور داواي غير دين الله تعالى هذا كان لكاتك داوي لأسمان كامل الزبية هموي تسليمي الله تعالى بوا بخوشيا بإجباري ولا أوجد قرينه. وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلام له بالخضوع والذل كواتا عامتي السلف للتفسير واتجرن تسليم بوني مخلوقات كان اويكوا همويان ملكس لبو الله تعالى وزليل برام بصلاة خواي جورا لا مجرد تصريف الرب لهم نوكر تنها اويكوا خواي جورا بريان بلكو فعلا تسليم قدر خواي جورا بن وكو او اتجدين تولي الله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. وهذا الخضوع والذل هو ايضا لازم لكل عبد كواتا أو ملكزبوني بندكان همويان بيوستن هموي ملكس اللي بخواي يقول لا بد له من ذلك هيت مازال تداني هم بندك دب ملكز اللي بخواي يقوله. وإن كان قد يعرض له أحيانا الإعراض عن رب الاستكبار أجرت يدي زار أو بندية بخيال ذلك وبجل خواي يقوله بكا خوي بيجورة العبادة كردني فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذل له بلام بالتحقيق أوان هرم الكسل لبو خواهي قوله سبحانه وتعالى وزليلي دانوين لبو قدر خواهي قوله. لكن المؤمن يسلم له طوعا فيحبه ويطيعه. إنزا إنسان إيمان دار بالطوع خوي بخوشويستي خوي خوشويستيش لبو خواهي قوله إطاعي فرمانش دكا. والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة بلام كسي كافر لكاتيو كوا بيوست بخوا أويج ملكسي دانوين لبو خواهي قوله فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه بلام كاتي كوا حازتكي تواضع أو زفج لخواي جوري دكا يتر بوشيوش ليك دراي توا يتر أويل آسمان كانوا الزاوية ملكسة لبو خواي جوري سبحانه وتعالى إيمان داران هم لبو قدر خواي جورو هم باختياري خوشيان سوزده لبو الله تعالى دبن وحمد سناي خواي جوري دوك إيمي لناو أو كسانا دانا كواب باختياري وبقدر هر سوزده لبو خواي جوري دبين ولله الحمد والمنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.